بيبدأ الاحتفال بشهر رمضان قبل ما يبدأ تقريبا بيومين أو ب3، فبيتم تبادل الزيارات بين الأهل والأصدقاء للتهنئة بقدوم شهر رمضان الفضيل لحفظ الود وصلة الرحم بين الناس. في ليلة رمضان وأول ما بيتم ثبوت هلال رمضان، المساجد بالكامل بتتملي بالمصلين لصلاة العشاء والتراويح اللي بيستناها العمانيين من السنة للسنة. من أهم العادات الرمضانية في المجتمع العماني هو المجلس، وهو الإفطار الجماعي في المساجد أو التجمع في بيت أكبر أفراد العائلة للإفطار. ومن العادات المتوارثة في سلطنة عمان عادة اسمها الكرنكشوة، ودي بتكون احتفالية بليلة النصف من رمضان، وهي احتفالية بيقوم بها الأطفال بترديد أناشيد تراثية والمرور على الكبار من أفراد العائلة أو الجيران لجمع الحلوى والمكسرات والفلوس. ومن العادات المميزة جدا في عمان عادة اسمها